اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي وده 10 موسم فانتزي ليا. كوينسا مدافع ليفربول، ليه اتبدل وايه اللي هيحصل معاه بعد كده؟ الكونسا مدافع ليفربول هو عنده مشكله، انا بالنسبه لي بشوفها من السنه اللي فاتت ايام ما كان بيشارك مع كلوب، وكانت باينه جدا 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 في الشوط الاول في ماتش ابسويتش تاون. هو عدم قدرته على الفوز بنسبة كبيرة من الثنائيات والالتحامات، الكور اللي هي واحد ضد واحد سواء في الهواء أو سواء على الأرض. هو عنده مشكلة شوية في الحتة دي، مش قدرة، مش عنده. هو طويل وقوي وبيتمركز كويس ومدافع كويس جدا، وممكن قدراته تتحسن ويبقى مدافع جامد جدا. انما حاليا هو ما عندوش الثبات ده. هو طبيعته طبيعيا هو مش بيبقى ريلاكس في توالي الضغط. ممكن يفوز في الالتحام، يفوز في ثنائية في التانية، انما ما يقدرش مثلا لو اتعمل عليه 10 مثلا ثنائيات هيخش في مواجهات ومنازعات واحد ضد واحد، ما يقدرش يفوز في 8 منهم مثلا. وانت بتلعب ماتش صعب وبره ملعبك واول ماتش في الموسم والفريق لسه مش فت علشان يقدر يشيل مع الدفاع، فانت معتمد على المدافعين ان هم يفوزوا بكل الحاجات دي. ما قدرش يديها في الشوط الاول، ما قدرش يعمل كده. خسر التحامات كتير، خسر ثنائيات كتير، وده خلى في ضغط كبير قوي على دفاع الفريق، وكان ممكن يعرض الفريق لنتيجة سيئة في الماتش. طبعا المدرب تدارك ده بسرعة وخد قرار على طول. ليه خد قرار على طول ما استناش عليه؟ لان دي مشكلة اصلا واضحة عند اللعيب، انا بشوفها، شفتها بعناية في الموسم اللي فات أو وقت ما كان بيشارك. فهو عارف، عنده خلفية عن المشكلة دي. فأول ما لاحظ الملحوظة دي حصلت أثناء الماتش، خلاص لازم ياخد قرار. طب ليه ما صبرش عليه مثلا؟ لأن الفوز في الثنائيات والمنازعات دي اللي هي واحد ضد واحد دي اللي هتكسبك الماتش. عايز أقولك مش هتقدر مهما كان قوة فريقك إنك تكسب الماتش غير لو كسبت أكبر عدد من الالتحامات والثنائيات. فريقين بيلعبوا بعض، الفريق اللي هيكسب الماتش من غير ما ابص ومن غير ما اتفرج مهما كانت قوة الفريقين، الفريق اللي هيكسب الماتش هو اكتر فريق هيفوز في الالتحامات. اتعمل 30 التحام في الماتش، الفريق اللي خد 20 التحام هو اللي هيكسب. صدقني صدقني وتأكد من كده وتابع ودقق بنفسك، وهتعرف الحقيقة دي بنفسك مع الوقت. فده قرار كان لازم سريع ياخده بسرعة جدا قبل ما الماتش يروح منه. نزل كوناتي وابتدى فعلا يتفوق في الثنائيات ويدي تقل للفريق. بقول ان هو مش ما عندوش القدرة، لا هو عنده القدرة، بس بيحصل ان في توالي الضغوطات وكل شوية تنط وكل شوية تضرب الكورة بدماغك وكل شوية تتزحلق، بتبتدي انت ما عندكش الثبات انك تعمل كده طول الماتش. في لعيبه مدافعين عندهم القدره دي. شوف ماتش مانشستر سيتي وهما بيلعبوا امبارح قصاد تشيلسي، شوف دياز وجفارديول بيتصرفوا ازاي في توالي الضغوطات وتوالي بيفوز بيها وهو كول جدا، ريلاكس. دفاع كان ريلاكس جدا ومضغوطين، وتشيلسي عملت عليهم هجمات خطيره، انما ريلاكس. ويجي الالتحامات والمنازعات على الكوره يتصرف فيها بقوه وبثبات ويفوز بالالتحام وهو ريلاكس. دي هو طبيعته كده وتكوين عقله كده، عنده استعداد يخش 100 التحام في الدقيقة وهفوز بيهم كلهم. في لعيبة عندها الاستعداد ده جوه عقلها، في لعيبة تانية عندها قوة بدنية وكل حاجة بس ما عندوش الاستعداد ده ان انا هفوز في كل الالتحامات. معقولة؟ بتحصل بقى ايه؟ يا اما استعداد استعداد عقلي، يا اما ظروف الماتش بتصعبها عليه، برضو صوت الجمهور، ضغط المدرب. هو كمان بيلعب على فرصة جديدة ليه ان هو يحجز مكان ليه في التشكيل الاساسي. كل دي افكار تضغط عليه، تخليه ياخد قرارات غلط، تخليه ما يفوزش بالمنازعات بتاعه الكورة اللي هي بين واحد وواحد، تخلي ليفربول يخسر الماتش. عشان كده المدرب خد القرار ده بسرعة جدا. طيب هيحصل معاه ايه في المستقبل؟ وهي دي خلاص مشكلة واضحة عنده. هيحصل عنده ايه؟ هيحصل عنده توقعي انا، اللاعب ما زال ليه نسبة مشاركة هيحافظ عليها، انما في ماتشات ما يكونش فيه ضغط كبير على دفاع ليفربول، بحيث اللاعب ده يقدر يوري امكانياته ويقدر يوري مهارته الدفاعية من غير ما الفريق يخسر حتة الفوز في الثنائيات. فالفوز في الثنائيات ويتحمل ضغط انه يبقى فيه ضغط عليك طول الماتش، واضح ان كوناتي احسن فيها، حتى جوميز كمان كان احسن فيها.
كمهارة دفاعية انا شايف كونسا احسن من الاتنين دول. انما حتة الفوز بالثنائيات دي لو ما بيقدرش يعملها ويقدر يبقى عنده استعداد يعملها طول الماتش، مش هيقدر يبقى ليه مكان اساسي. فلو انت عندك في الفريق بسعر 4.5 مدافع كونسا من ليفربول، اصبر عليه شوية، ممكن يديلك. هو كده كده بسعر 4.5، فانت مش مستني منه كتير. المهم ما يكونش واخد منك مكان من لعيبة ليفربول، لان انت كده يبقى عندك مكانين بس. اصبر عليه شوية وهو هياخد ماتشات لحد ما يثبت نفسه ومستواه يتطور. يا اما الماتشات اللي يبقى فيها ضغوطات او المدرب هي متوقع فيها ضغوطات على دفاع ليفربول، مش هيلعبوا فيها. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تجيلك فيديوهات، سواء امور ليها علاقة بالماتشات نتكلم دردش فيها او حاجات ليها علاقة بالفانتزي. شكرا.